السلام عليكم أحبابنا وأصدقائنا سواقين التكاتك والدراجات النارية، كل عام وأنتم بألف خير. بداية العام الجديد 25 ويجعلها سنة سعيدة علينا جميعا. ويا جماعة ما تعملش لايك إلا لما تشوف الفيديو، مش أول ما تشوف الفيديو تعمل اللايك وتعمل الاشتراك. اتفرج للنهاية هتعرف إيه المجهود اللي بنبذله علشان نوصل المعلومة لحضراتكم. احنا النهاردة بنعمل فيديو جديد وشيق ليكوا علشان خاطر تشوفوا تأثير البرد وتأثير أنواع الوقود على الصلبات، وبالذات بتاع العادم، لأن بتاع العادم هو اللي بيتعب وبيتأثر من الحرارة، ولذلك احنا بنعمل له خلوص بيبقى أزيد شوية، وإذا قل الخلوص بيكون تأثيراته على القعدة أو الصباب حسب خامة الصباب إنه بيتم نحر أو برغتة جواه. ونتمنى إن انتوا تبقوا متابعين جيدين، وأي استفسار يا رجالة في مجال الميكانيكا، احنا النهاردة خبرة 25 سنة. 25 سنة يا رجالة في الزيت والشحم والموتوسيكلات والتكاتك والعبارات والمحشات والضمامات. كل اللي بيشتغلوا بالاحتراق الداخلي بنتعامل معاهم، ووصلنا من ان احنا نعمل الهيل كويل، وصنعنا الهيل كويل تصنيع من الالف الى الياء، وبنبذل مجهود عشان نوصل المعلومة. يا ريت الناس تقدر اللي بنقوله واللي بنعمله يا حبايبنا، يلي بتغووا الميكانيكا. المعلومة اللي كنت بدور عليها في يوم من الأيام ومش لاقي حد يقولها لي، أنا بوصلها لك بسرعة وبسهولة. فأنت يا عم يا ريت تعمل لي بعد ما تشاهد الفيديو اشتراك ولايك ومتابعة. ليه يا حبيبي؟ استنى قول لي ليه، علشان تشجعني إن أنا أعمل لك وأجيب لك العيوب الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله، ومع الموسيقى.